انت عارف بقى ليه الاهلي اتعادل النهارده؟ انا هقول لك. عشان الاداره بتاعتك مش عايزه تصرف، الاداره بتاعتك عايزه تكنس، الاداره بتاعتك ما بتتعلمش من اخطائها، الاداره بتاعتك بتعمل هو نفس اللي بيحصل. ده احنا يا راجل قاعدين بنتفرج من بره وعارفين ان النادي الاهلي داخل من غير مهاجم ومن غير باك شمال. انت النهارده رجعت لقصه ما قبل اسامه ابو علي، هي نفس القصه بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. مفيش مهاجم يفنش لك، مفيش مهاجم صندوق، وفي الاخر محمد شريف مش مهاجم اساسي. في الاخر تطلع متعادل في مباراه زي دي في افتتاحيه الدوري. عندك كوكب من النجوم، عندي لعيبه، عندي نجوم، لكن بيعملوا ايه النجوم بقى؟ عمالين يباصوا في نص الملعب من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، هوب يلا يلا هوب. لكن في كوره، في جمل، في اي حاجه؟ مفيش. حتى الوقت الشوط الثاني اللي انت مسكت فيه وبدات تضغط ما عندكش مهاجم يخلص. كانت النتيجه ان الكوره عماله تلف حوالين بعضها ومفيش. عايز افهم بقى المدير الفني دماغه فيها ايه؟ طب اشرف بن شرقي في الدقيقه 70 ليه حضرتك؟ طب انت سايب محمد مجدي قفشه ليه؟ محمد مجدي قفشه خلص كوره، كلنا عارفين ان هو خلص كوره، دلوقتي بيحنجل، بيعمل حاجات غريبه. يا باشا انت مش عايز تلعب كوره؟ انت شايف نفسك ان انت بقيت اكبر من الكوره؟ عايز توري الناس ان انت النجم الوحيد اللي موجود في الفريق؟ ده مش عندنا يا باشا. اطلع بقى على الخليج، لم لك شويه فلوس، اعمل لك شويه حكايات، وروح اتحنجل هناك شويه، هم بيحبوا الكلام ده بس، وتعالى يا بابا وخلاص. كفايه عليك كده، وشكرا على الجون اللي انت جبته في نهائي القرن، وخلاص وبارك الله في مرضه. عيش عليه بقى عمرك كله. لكن انت ما بتلعبش كوره. في كوره لتريزيجيه بصها له، راح مطلع، راح لعبها في الاوت لوحده وبيشاور تريزيجيه بيقول له اهو يا عم، اهو يا بيه، اهو يا حبيبي، انت بطلت كوره. انت ركز، حط دماغك في الكوره، هتلعب كوره. لكن لما تتعالى على الكوره وتتقنن وانا مش هتدي بجنيه زي ما احنا شفنا. والطبيعي ان كان يطلع، بس ينزل مكانه مين بقى؟ طاهر محمد طاهر. منزل طاهر محمد طاهر ليه؟ طاهر محمد طاهر بتاع سرعات، واللعيبه اصلا يعني المدير الفني راكن لك الاتوبيس ورا، مفيش مساحات. يبقى انت عايز لعيب ايه؟ الف ب كوره. عايز لعيب ايه؟ عايز لعيب مهاري بتاع مساحات ضيقه، يعرف يرقص. حضرتك مطلع لي حسين الشحات بره، مطلع لي محمد عبد الله بره. طب انت عندك مين؟ ايوه مين؟ بص كده على الدكه. عندك واحد مهم جدا، اشرف بن شرقي. تروح منزل لي اشرف بن شرقي ومطلع لي تريزيجيه. يا بابا اشرف بن شرقي ينزل 10، يخش جوه، يقدر يعمل الحته دي، يقدر يلعب من تحت، يرقص واحد على واحد. شفناه لما نزل عدى في كذا كوره وعمل شغل حلو. اشرف بن شرقي ما بيديكش الواجب الهجومي، ما بيديكش الواجب الدفاعي كويس، بس يقدر يديك الهجومي 100%. انت دلوقتي ظهرت عندك مشكله كبيره جدا، الفرق اللي بتركن الاتوبيس، ودي كتير جدا في الدوري المصري. انت ما عندكش حلول. انا هنا اضمن لك، بص وابصم كده بالعشره، ان الاهلي اي فريق هيفكر ان هو يفتح قدامه ويهاجمه ويعمل ند بند، الاهلي هيشيله 7 8، هيشيله كتير جدا. لكن اي فريق هيركن لك الاتوبيس، انت عندك مشاكل بالجمله. النهارده هل شفت جمله؟ هات لي جمله واحده اتعملت مره واثنين وثلاثه، مفيش. النهارده شفت اي حاجه؟ مفيش. النجوم اللي عندك دي شفت منهم اي حاجه؟ مفيش، لان مفيش جمل، فمفيش طريقه اساسيه. تحس ان في عشوائيه، تحس ان اللعيبه دي بتلعب في الشارع، انت مش شايف. انا حاسس ان النادي الاهلي ما فيهوش قائد في نص الملعب، ما فيهوش عمرو السوليه، ما فيهوش حسام غالي، ما فيهوش لعيب قائد في الملعب كده يبدا يكلم اللعيبه ويوجهها ويحمسها. لا، في عشوائيه. احمد رضا عمال هوب مش عارف ايه، ويعمل حاجات غريبه ويشوط لوحده، ويبقى كل واحد بيعمل كل حاجه. نجم المباراه النهارده بلا منازع ياسين مرعي. المهاجم الواحد اللي انت كنتش تتوقع ان هو يبقى نجم، اللي انت جايبه مش متوقع ان هو هيكون نجم المباراه. نجم المباراه النهارده ياسين مرعي. بيعمل كل حاجه في الكوره، بيلتحم كويس، بيقطع كويس، بيطلع بالكوره كويس، بيباصي كويس، مشارك في الجون الاول بشكل كبير. النهارده جايب لك الجون الثاني، بيعمل كل حاجه في الكوره. ياسين مرعي نجم المباراه بلا منازع. مين بقى بعديه؟ هات لي واحد بعديه كده كويس. عندك؟ ما عندكش. صح؟ دور كده، فكر في دماغك. مفيش، ما عندكش حلول، ما عندكش اي حاجه. اللعيبه حتى اللي بتشوط في اللعيبه، اللعيب بيحط رجليه بوم وخلاص، ما بيوجهش، ما بيركزش، ما بيعملش اي حاجه. ما اعرفش اللعيبه تقريبا نازله عندها سنه غرور، عندها سنه تعالي على الكوره. وقت ما انت فكرت ان انت بقى تضغط، انت الشوط الاول لعب شوط رخم جدا، مفيش كوره وممل وحاجه قرف، ومن اليمين للشمال، للشمال لليمين، يلا يا بيه يلا يا بيه يلا يا بيه يلا يا بيه. ما بتعملش حاجه غير كده، عمال تدور الكوره في نص الملعب بس. في عندك اي حلول؟ الجزء الهجومي ده مش موجود. محمد شريف النهارده استلم كام كوره؟ وما تقوليش ان هو محدش بصاله، لا.
محمد شريف اصلا ما بيتحركش كويس، محمد شريف مش فت، مش قوي بدنيا عشان تحط له الكرة ويطلع عليها ويلعبها بالدماغ. الكرة واحده يطلع عليها بالدماغ راح حطها لك بره. اطلع اركب حط بالهيد جول، ده الف ب كوره، اركب الكوره. لكن ايه اللي انت بتعمله ده؟ مفيش. محمد شريف مش مهاجم الاهلي الاول ولا المهاجم الثاني، كمان ممكن يبقى المهاجم الثالث، لكن اول وثاني مستحيل. انت جايبه بتلعبه النهارده اساسي. طب محمد شريف ده عنده القوه؟ هل هو مهاجم بوكس؟ لا هو مش مهاجم بوكس. طب هل هو عنده القوه في الالتحامات ويطلع ويمحطه؟ لا مش محطه محمد شريف. طب انت هتلعب على مين؟ طب انت الحته اللي قدام دي مين اللي هيخلصها لك؟ بتعمل كل حاجه في الكوره، لكن انت عند ال 18 مفيش. انت مطلع اللعيبه المهاريه، اشرف بن شرقي بره، حسين الشحات بره، محمد عبد الله بره، مطلع لي اللعيبه المهاريه ومنزل لي اللعيبه كلها بتاعت جري. طب انت دلوقتي الدنيا كلها مقفوله، انت المفروض تعمل ايه؟ تنزل اللعيبه المهاريه بقى، تنزل واحد مهاري اتنين مهاري، على الاقل كوره واحد على واحد دي يقدر يروح. لكن انت النهارده مفيش حد بيروح واحد على واحد بيعدي. الوحيد اللي شفته بيروح واحد على واحد وبيعدي النهارده هو اشرف بن شرقي في ال10 دقايق اللي نزلهم. راح بكرة والثانيه والثالثه وبيروح، ما بيخافش، بيروح عنده جراءه. طب ما تستفيد بيه. كوكا ليه مش ديانج؟ ليه؟ الباك الشمال جبت كريم بقى من ناحيه اليمين هتلعبه شمال، وتعيش بقى قصه قصيره حزينه اللي عشناها الموسم اللي قبل اللي فات اول ما كولر جه. قصه قصيره حزينه فاكرينها كلنا قبل وسام ابو علي. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان انت كاداره ما بتفهمش، ما بتتعلمش، ما بتعرفش ايه اللي المفروض تعمله. مستخسر تجيب مهاجم، مستخسر تجيب باك شمال. صح؟ في النهايه هتلاقي نفسك كل اللي انت عملته ده وكل اللي انت صرفته ده ضيعته بسبب ان انت استخسرت تجيب تحط فلوس في جنب في لاعبين بس. لاعبين باك شمال قوي ومهاجم قوي ما جبتهمش. هيخلوا لك المهاجم ده اساس كل حاجه، لان المهاجم ده بيعمل حاجات كتير مهمه. محطه، بيفتح للعيبه، بيخلص لك، بيعمل اهم ثلاث حاجات. انت بتعمل كل حاجه في الكوره عشان اللمسه الاخيره الجول. انت المهاجم اللي يجيب لك اللمسه الاخيره دي مش موجود عندك. وسام ابو علي بقى هداف الدوري لان اللعيبه كانت بتعمل كل حاجه وهو بيفنش. مش حرفانه منه، مش ذكاء منه، لا هو راجل فينشر على الجون كويس جدا، راجل مهاجم صندوق. انت ما عندكش المهاجم ده هتعمل ايه؟ هتعمل كل حاجه في الكوره وفي الاخر هتلاقي اللعيبه اللي بتيجي ما فيش، ما بتخلصش. الاهلي الموسم برضه اللي قبل اللي فات قبل وسام ابو علي كان بيعمل كل حاجه في الكوره ويطلع 30 40 هجمه وفي الاخر جون واحد. صح؟ فاكرينها؟ كلنا فاكرينها. ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه الجديد؟ النهارده كلنا قاعدين مستنيين الاهلي، مستنيين نشوف كوكبه النجوم، مستنيين نشوف المهارات. لقينا شويه لعيبه متعاليه على الكوره، شويه لعيبه ما عندهاش اي افكار، ما عندهاش اي طريقه، ما عندهاش اي اسلوب، ما عندهاش اي حاجه، عشوائيه في الملعب. انت عمال تروح شويه يمين شويه شمال، مفيش اي جمله بتتعمل، مفيش اي افكار بتتعمل، مفيش اي حاجه بتتعمل. انتوا بقى كنتوا بتتمرنوا تعملوا ايه؟ معسكر الاعلان اللي كان في تونس ده كان بيعمل ايه؟ كان قفشه عمال يتصور وبن شرقي يتصور وجراديشار يتصور وفلان يتصور وفلان يطلع ومش عارف مين يعمل، لكن في الكوره مفيش. المدير الفني بقى هيعمل ايه؟ طب بلاش المدير الفني، فين الناس اللي معاه؟ فين كابتن عماد النحاس؟ فين كابتن محمد يوسف؟ مفيش. اول الدوري اول مباراه كلنا كنا قاعدين مستنيينها، احباط تام لكل جماهير الاهلي. انا بقول لك بعد مباراه مودرن سبورت احباط تام لكل جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لو سالت اي حد دلوقتي يقول لك يا نهار ابيض. كله وين، كله عرف، كله حس بالقصه اللي احنا كنا عايشينها قبل كده، لان احنا بنفهم. لكن الاداره ما شافتش ده، الاداره ما فهمتش ده، الاداره ما اتعلمتش ده. قالت لك لا نبقى نجيب مهاجم في يناير. هتعيش اول موسم قصه قصيره حزينه لحد بقى ما تشوف هتجيب مهاجم ولا مش هتجيب. انت بكل قوتك بكل فلوسك بكل الهيلمان اللي انت بتعمله ده مش عارف تجيب مهاجم قوي، مش عارف. وفي النتيجه النهايه تعادل مع في اول مباراه قدام مودرن اللي هو فريق مش قوي اصلا، انت لسه ما قابلتش الفرقه القويه. صفر، بدايه موسم صفر، تاخد صفر كده كبير قد كده يخرم عين اي حد. بسبب ايه؟ بسبب الاهمال وسوء الفكر وسوء الفهم، واحنا هيتحرق اعصابنا.
انا بقى هوريك في الحلقه بتاعت اللي هتنزل بتاعت ملخص الاسبوع، هوريك قد ايه النادي الاهلي كان سيء بالتفاصيل بالتحركات بكل حاجه. هوريك قد ايه ياسين مرعي كان لعيب قوي جدا. هوريك قد ايه محمد مجدي قفشه كان لعيب، حرام تقول عليه لعيب. محمد مجدي قفشه كان اراجوز في الملعب. هنقعد نتفرج بقى وهوريك كل الكلام ده، وهعرفك ان اداره الاهلي هي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. سلام.